تخيلوا معايا خوتي هذا المشهد. ولد داخل الحبس، الحيوطه دايرين بيه، والصمت كياكل فيه، كيتسنى غير حاجه وحده خوتي، زياره من الاب. ولو شنو ما كان، كتبقى بلاص الاب والام خاصه، كلمه دعم ولا حتى نظره تقول ليه انا معاك ولدي. ولكن الباب كيتحل كيشوف غير وليداتو ومرتو، وما كيدخلش لا باه لا مو. حاجه قاصحه. والمؤلم اكتر، حتى ما سولش في حفادو وليدات ولدو اللي بقاو بلا سند وبلا ظهر. قلب قاسي. هاد السؤال اللي كيحير، وفي نفس الوقت كاينه رجاء. ونعمة الزوجة اللي وقفات بحدها، هي اللي تحملت الضغط، هي اللي تحملت مسؤولية وليداتها. الله يفرج كربتها يا ربي في هاد العواشر، ويخليها ان شاء الله لوليداتها. هي اللي بقات مسكينه كتجري في المحاكم وكتدافع وكتصبر وكتحاول توقف على رجليها وعلى وليداتها. فبلاصه ما يكون الاب او الجد هو السند، ولا الزوجه هي الرجل في هذه القصه خوتي. ولكن الصدمه الكبرى ماشي هنا. الصدمه هي ان الاب ما كفاش انه ما سولش في ولده ولا حتى في وليدات ولده مشى وبان مع الطرف الآخر، وقف مع الطرف الآخر وكيضحك. لا حول ولا قوة إلا بالله. مع الناس اللي كانوا سباب في دخول ولده للحبس، مع الناس اللي ضربوا لولده الرجولة ديالو. نعم، أب ضد ولده. قصة حقيقية ماشي خيال أخوتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيفاش وصلنا لهذه المرحلة؟ وشكون الظالم الحقيقي وشكون اللي خان الآخر؟ خليكم معايا حيت اللي جاي ماشي سهل. السلام عليكم اخوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو نتوما كتشوفوه في احسن حال، نتوما وليداتكم وما عزاليكم. هذا ماشي المحتوى ديال اخوتي، ولكن بصراحه هادشي اللي بقينا كنشوفوا هذا الظلم في السوشيال ميديا كيضر في الخاطر. والله العظيم اخوتي الا كيضر في الخاطر. صراع بين العائلات سبان، كلام خايب، اتهامات، وكل طرف كيشد في جهته وكيقول انا اللي صحيح. هادشي كله شفناه وتفرجنا فيه اخوتي في اليوتيوب، حتى كبرات القضيه ولات في المحاكم. كاين اللي دعا وكاين اللي تجرجر وكاين اللي ربح وكاين اللي خسر. ولكن وسط هادشي كامل وقعت حاجه صدمات بزاف ديال الناس. يعني منعم دخل الحبس مدة عام ونص وتحكم عليه عام ونص، عوض ما يلقى الأب ديالو حداه والعائلة ديالو، عوض ما يسمع كلمة أنا معاك ولدي، أوقع العكس تماما. وهادشي كله شفناه اليوم أخوتي. الأب مشى وقف مع الطرف الثاني، نعم، مع الناس اللي كانوا سبب في دخول ولده للحبس. هذه راه ماشي غير قضية سبان ولا محكمة، ولات قضية ضمير، قضية أبوة. واش ممكن الأب يوصل لهذه المرحلة؟ واش ممكن الأب يختار الغريب ويخلي ولده اللي من صلبه؟ الولد داخل الحبس كيعيش أيام صعيبة. الإنسان كيقول أخوتي سخونية الراس كترجع بالبرودة، كيواجه الواقع بوحده وكيتسنى شي دعم، شي كلمة، كيتسنى السند. ولكن الأب ما جاش، ما عمره ما شفناه مشى يزور ولده، ما رغم أن عنده قناة، ولا وقف حتى مع مرت ولده، ولا حن حتى على حفاده، ولا حتى حاول يبين غير ديك الصورة ديال داك الأب اللي كيدافع. بالعكس، بان في الجهة الأخرى اللي كاين اللي قال بزاف ديال التعاليق شفتهم اليوم في القنوات كيقول كاينه شي أسرار. كاين اللي كيقال هادشي ماشي طبيعي، وكاين اللي حس وقال هذه خيانة ماشي غير موقف، يعني خيانة اتجاه منعم. من جهة أخرى خوتي، القضية مازال ما سالاتش، كاين ملفات باقية في المحكمة، كاين شي شد وجد، وكاين كلام كيزيد يشعل العافية كل مرة. السوشيال ميديا زادت صبات الزيت على النار، كل فيديو كيزيد يشعل الجدال أكتر وأكتر، وكل تصريح كيقلب الموازين أخوتي. ولكن وسط هاد الضجيج كامل كيبقى واحد السؤال اللي ما كيخليكش ترتاح: فين هو الحد ديال الأبوة؟
واش الاب خاصو يوقف مع ولده مهما كان، وحتى الا غلط ولده فعلا راه كاينين شي اخطاء، ولكن حتى واحد فينا خوتي ما معصوم من الاخطاء، ومن الاخطاء نتعلم. ولا خصو يقول انا نخلي ولدي يواجه المصير ديالو بوحديتو. واش اللي دار هذا الاب موقف شجاع، ولا لا كيتهرب من شي حاجه، ولا كيتهرب من المسؤوليه؟ والاصعب من هادشي كامل اشنو غيكون موقف اولا الاحساس ديال منعم هو داخل الحبس، ولا كيشوف يعني وكيسمع. اكيد غادي يسمع، واكيد من غادي يخرج ان يشوف الاب ديالو واقف مع الطرف الثاني، غيحس اكيد غادي يحس اخوتي بالظلم بالخيانه. فيها بزاف ديال الرمادي هاد القصه اخوتي، والله ما فيهاش ابيض واسود، فيها بزاف ديال الرمادي وفيها تفاصيل مازال ما بانوش، ولكن اكيد ان خلات بزاف ديال الناس يعاودوا يفكروا في العائله، في الثقه، وفي داك الرابط اللي خصو يكون ما كيتكسرش. ودابا الدور ديالكم اخوتي، الا كنتو بلاصتو واش تقدروا تسامحوا؟ خليو لي ارائكم صراحه في التعاليق. راه السيد اخوتي كيتقاتل مع الواقع ديالو، ومنعي ورجاء عفوا اللي وقفات بحال الجبل رغم الالام والضغط، وقفت اب وام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يمكن الحقيقه كامله مازال مخباه، ويمكن الايام هي اللي غتكشف كل شيء، ولكن الحاجه اللي واضحه هي ان الجرح اللي كيدير لك قريب ما كيداواش بالصراحه، ما كيداواش بواحد السهوله. كاين منعم داخل الحبس وعائله متفرقه، وكاين قلوب عامره بالاسئله. واش ممكن شي نهار يرجع كل شيء كيف ما كان، ولا بعض القرارات ملي كتخاض كتبدل كل شيء للابد؟ واش الا كنتو اخوتي في بلاصه الاب واش غديروا نفس القرار، ولا ممكن تكون ما عرفتش صراحه. خلي بيا الاراء ديالكم اخوتي في التعاليق. كاين فرق كبير بين اب كيبان في الصوره واب كيساند في المحنه. ماشي كل اب حاضر راه فعلا اب. الدم عمره ما كيخصو يكون سؤال، ولكن في هذه القصه ولا علامه استفهام. من اللي كيخدلك القريب حتى الدنيا كتبان لك غريبه. اصعب خيانه خوتي، اصعب خيانه هي اللي كتجي من اللي كان خصو يحميك. يمكن الحبس ماشي هو اقصى حاجه، الاقصى هو من اللي تحبس القلب من الداخل. الجد اخوتي اللي خصو يكون سند ويجمع العائله، اختار الجهه الاخرى وخلى وراه اسئله يمكن حتى الوقت ما تجاوبش عليها. شكون الظالم وشكون الضحيه، ولا كاملين خاسرين؟ الحكم عندكم اخوتي. نتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم، انكم تخلوا لي الاراء ديالكم في الكومنتير، وما تنسوش لي البصيمه ديالكم. وشكرا لكم اخوتي على المتابعه ديالكم.